واحد بغى يفسل فسيلة، عندك 6 شهر 6 يبدي و7 و8 رقم واحد على طول يمد الجذور. وحتى الركاب هذه مثلا، هذه الركاب هو ما فيها بذور، شوف ما فيها جذور، ما فيها شرش. هذه بنرتبها الحين وبنزرعها الحين، اعطيها شهر بس، شهر ونص على طول. شوفوا ما شاء الله كلها ركاب من نخله واحده. هذا يعني ما احسن انت تستغل الركاب وتطلع جذور وتكون شجره وحدها. حتى هذه احنا نحاول نفرزها، نخوزها عن هذا. وهذا الصغار بعد فيهن جذور، شيء منهن ما فيهن جذور. ركاب، هذا ركابها شوف سوي. ولازم تعملوها في بوت صغير، يعني سوي تراب سوي تراب. ايوه لازم يكون فوق، ما تخليها تحت كامل تغطيها بترابه لهنا، لا حاجه بسيطه. شوف كذاك، ها هذا. وعاد قيس عليها الماء، يوم تشوفها يابس تربه يابسه ذيك الحين اعطيها ماء. اذا فيها ثرى ما تمسها، هذه ترى الماء بعد يضرها زياده. ولما تربطها فوق لازم تربطها، هذا تربطهن، وهذا لا تقصهن، ما يحتاج. هذا تقصهن، شوف ها تقصهن، ها هذا الفسال اللي خبرتكم اياه. وهذا النوعيه من مش بتموس، هذا مخلفات الرز الاسود. هذا يمد على طول الجذور. ليش؟ لانه ما يحفظ اي رطوبه، اي ماء ما يحفظه على طول. فما يحتاج انك انت تسوي سواء بدموس ولا هذا النوعيه ولا تربه الين موسم الكرب، لا تحت بس فقط للجذور، فقط للجذور اجذر. لان هنا بيعمل فنقش اذا تسوي التربه او بدموس لحد فوق. لازم تحت فقط الجذور، تحت علشان يجذر. والرباط طبعا من تحت الين فوق. ها انت ورايح